مرحبا بكم عشاق الكرة. كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة مستعد لرحيل 3 من لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير 2024 للحصول على أموال. النادي الكتالوني يعاني على مستوى النتائج هذا الموسم، خاصة في الدوري الإسباني، حيث لم يتمكن من تحقيق الفوز خلال آخر 5 مباريات في الدوري الإسباني سوى مرتين. بالإضافة إلى ذلك، الأمور المالية غير المستقرة حتى الآن داخل النادي الكتالوني، في ظل الديون التي يعاني منها النادي، بالإضافة لقوانين اللعب المالي النظيف. وقال أيضا رئيس نابولي عن مواجهة برشلونة بدوري أبطال أوروبا: فريق يشبهنا. وأكدت بأن برشلونة مستعد للاستماع للعروض المقدمة ل3 من نجومه، وهم جوليس كوندي وأندريس كريستنسين وروبرت ليفاندوفسكي. وأشارت التقارير إلى أنه برحيل واحد من الثلاثي سيكون برشلونة قادرا على إنعاش خزائنه برقم مقبول في بداية العام. ليفاندوفسكي لديه اهتمام كبير من الدوري السعودي، وهو ما يهدف له برشلونة في الميركاتو المقبل، بينما جوليس كوندي وكريستنسن حتى الآن أمورهما غير واضحة بالنسبة للنادي. المدافع الدنماركي كريستنسن لم يعد الخيار الأول لخط الدفاع في برشلونة، ورغم مشاركة جوليس كوندي أساسيا، لكنه بعيد تماما عن مستواه هذا الموسم.